تعال شوفوا شلون سويت قص او شاورما. هالشي طعمها كلش طيب وبنفس الوقت سهلة واقتصادية وصحية. اهم شي تكون صحية. اول مرة اسلم عليكم وشلونكم، ويا رب ان شاء الله كلكم بخير. نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. وصفتنا هنا هذه الصدور الدجاج، أنا غسلتهن ونقعتهن بخل نص ساعة، وهسه رجعت لهن. على مود اختصر الوقت أنا قطعتها بهيك شكل شرائح، وراح أضيف عليهم ملح وأوزع الملح، وراح أعصر عليهم نص ليمونة. على مود الفيديو لا يكون طويل فأنا جاي أختصر لكم الخطوات، وأبدي أوزع الليمون والملح على كل القطع. البهارات اللي راح أحتاجها أتبل بيها كم حبة من الليمون ديرجي على مود تنطيح موضة، لأن تعرفون يكون طعمه ماسخ الصدر، وملعقة من الكاري، وملعقة من الثوم الباودر والبصل الباودر، وضفت كمون، وملعقة من البامريكا. راح أبدي أوزع البهارات على كل القطع، قطع الدجاج، بحيث أتأكد أنه كل القطع تغلفت عندي تماما، وراح أتركها تتبل. الوقت اللي أتبل بيه يعني يكون أقل شي ساعة، وكل ما راح يبقى القطع الدجاج تبقى بالتتبيلة راح يكون طعمها أطيب. أنا صراحة أسويها من الليل لأن تنطيني طعم كلش طيب، تشبع بالبهارات. وانتو إذا مستعجلين مثل ما قلت لكم ممكن ساعة أو أكثر. هنا على مود قطع الدجاج يصير عندي طرية، جهزت بصل قطعته بهيك صورة شرائح أو جوليان، وضفت عليه ملح على مود يذبل عندي بسرعة، وحميت كمية من الزيت أو إذا تضيفون زيت زيتون، وأبقى أحمس بالبصل. واختصرت لكم الوقت إلى أن صار هيك لونه أشقر ذهبي. هسه نرجع على الدجاج اللي متبلينه. حميت قليل من الزيت، وأخذت قطع الدجاج اللي تبلناهن وضفتها على الزيت بعد ما حمى زين. راح أبقى أحمس بيه إلى أن تشوفون نزلت كمية زينة كل زينة من المي بدون ما أنا أضيف مي، يعني بس بالحمس أعتمد هو راح ينزل مي. وأبقي على النار وأقلب بيه إلى أن أشوف المي اللي كان بالدجاج بدأ يختفي، وظهر عندي الزيت اللي ضفته. وأبقى أحمس بيه وأقلب بيه إلى أن أشوف لونه بدأ يتغير، وريحته صارت كلش طيبة. ما تتوقعوها شلون ريحة طيبة وشهية. هسه راح أبدي أضيف البصل بعد ما أشوف الدجاج انحمى زين وأخذ لون. بهذه الطريقة أضيف البصل. مثل ما قلت لكم البصل ينطيني طراوة كلش حلوة، الدجاج يخليها طرية مو ناشفة. وأبقى أحمس البصل ويا الدجاج أو قطع الدجاج إلى أن ياخذ نكهة ولون ويا الصدور. هسه كملت وصبيتها وصارت بهذا الشكل. أتمنى اليوم الوصفة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسونا باللايك، واللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى تشتركون بالقناة، قناة مطبخ جوز ولوز. وبالنسبة للبنات اللي يسألوني يقولون تنزلين فيديوهات وما تطلع لنا إشعارات، بنات ابدوا علقولي على فيديوهات سابقة، انطوني لايك راح تبدي تظهر عندكم الفيديوهات. واذا ما نجحت هذه الطريقة الغوا الاشتراك ورجعوا رأسا اشتركوا، راح تبدي تظهر لكم فيديوهاتي. انتظرونا فيديو جديد، ويا ربي اتمنى لكم صحة وعافية.